ورجعنا لكم مرة أخرى، ويمكن دايما بنقول عشان أتكلم عن الاختراع لازم أتبنى المخترعين منذ الصغر. بيبقى في أطفال كتير جدا بيبقى عندهم قدرة ذكاء عالية، وعشان كده دايما بيتقال الطفل المصري أذكى طفل. طب ما احنا برضو عايزين نرعى هؤلاء الأطفال منذ الصغر. مفروض كل الجهات المعنية تحاول ان هي تتكاتف من اجل الحفاظ عليهم ورعايتهم لغايه ما نقدر نوصل بيهم لبر الامان. خلونا ان احنا نرحب بضيفتي العزيزه مبدئيا الاستاذه نفرتيتي احمد عبد الحفيظ، مدرب تنميه بشريه وعضو مجلس امناء مدرسه المتفوقين. اهلا بحضرتك معايا. زي ما بنقول او بيتقال دايما الطفل المصري من اذكى الاطفال. احنا النهارده بنتكلم عن المخترعين ومشكلات المخترعين، فخلينا نبتدي من البدايه ونقول لو قلت الطفل المخترع، ايه الصفات اللي المفروض ان هي بتكون متواجده في هذا الطفل واللي بتميزه عن الاطفال الاخرى؟ هو في البدايه الطفل بيبتدي نعرف هو ذكي ولا لا او بيحب ايه من سن سنتين. نعم. بنجيب له بعض مجموعه العاب، سيارات او مكعبات او بازل او وتحطيهم قدامه الاربع خمس اشياء دول كذا مره، هتلاقي الطفل اتجه لوحده كده وانت ما تعرفيش اهو للعبه السيارات او اتجه للبازل او اتجه للمكعبات. دي بدايه معرفتنا ازاي الطفل بيحب او بيحب ايه، وبعدين بنبتدي ننميها فيه. احنا عندنا كذا مشكله الحقيقه في الاسره المصريه وفي التربيه والتعليم وفي الاعلام. نعم. خليني اقول لك بصراحه. لا اتفضلي طبعا. اولا في الاسره المصريه احنا ما بنحبش الكركبه. ما بنحبش حاجه متكركبه. بالظبط. نجيب للطفل اللعبه ونفرح بيها دقيقه، وبعدين يشتغل بيها نصدع ونقول له اقفل لان احنا تعبنا، وبعدين نخبيها. ادي نقطه. احنا عايزين اللعبه اللي ما تعملش لا صوت ولا تاخد مكان ولا تبهدل انت الدنيا. بتشتري اللعبه انت عارفه ان هي عندها صوت، بس عايزه تفرحيه للوهله الاولى. بالظبط. مش عايزه لا تتعبي نفسك في سمعان الصوت ولا تتعبي نفسك في ترويق البيت، ودي مشكله المراه المصريه عموما. فادي اول نقطه ما بنفضلش نفعل ده. تاني حاجه المدرسه بقى. دخل هو المدرسه وبيحب السيارات او بيحب العربيات او بيحب كذا. دخل المدرسه اول يوم دراسه بنقول هنشيل كل الالعاب. احنا بنقرر كده في البيت المصري هنشيل كل الالعاب، والنادي هيبقى بحساب والخروج هيبقى بحساب والتلفزيون بيبقى بحساب. يبقى انا عملت اول يوم هو للطفل ايه؟ كل الالعاب اللي بيحبها هشيلها، وقلت له ان انا هشيلها لان ما عندناش وقت. بالظبط. احنا عايزين نذاكر. هتلاقي وجهه نظر الام صح عشان عايزه تنجز، وجهه نظر المدرس صح عشان عايز يخلص منهجه. بيدخل المدرسه فين بقى النشاط؟ لا هو يصب العين صب زي ما بيتقال. وحتى لو في نشاط، النشاط ده بيبقى وقت قليل جدا وبسيط جدا. كويس. وفي نفس الوقت مش ممتع بالنسبه للولد، لان هم النشاط بيبقى ايه في المدرسه؟ رحله. وعارفين الرحلات خلاص محفوظه كل سنه في ايه. ونشره بتتعمل وكذا، فكل سنه العيل بيروح نفس الرحله. دلوقتي الحاجه المفتكسه في المدارس الخاصه تحديد الرحلات اللي هي الملاهي والالعاب اللي ب 70 جنيه و 80 جنيه، والام بتفرح جدا ان ابنها بيروح يدفع مبلغ زي كده. حاجات جديده كده طالعه السنتين اللي فاتوا بس عشان الاعلان، وبيتفسح ويجي. ما فكرتش لحظه هو فين اللعبه اللي انت خبيتيها منه؟ بترمي بقى. انت خلاص رحتي المدرسه، خلاص المدرسه بتبتدي تتحرك، وبعد كده بيجي عشان تعملي المذاكره. هنا بقى فين الوقت؟ قليل جدا جدا لما يبقى فيه مدرس متميز وبيدي علوم مثلا او رياضيات ويحس ان الولد ده هيعرف امتى هو في حصه لكده. طبعا في حصه للابتكارات. ادي مشكله المدرسه والبيت. محتاجين حصه طبعا الاطفال يخرجوا اللي جواهم ويبتكروا. طبعا. جميل. نيجي بقى للاعلام المصري. هو فين بقى الاعلام المصري من الطفل؟ فين؟ احنا كنا زمان بنشوف لو تفتكري برامج كتير جدا معموله وموجهه للاطفال، وبالتحديد كان في برنامج اسمه المخترع الصغير. بالظبط. هنا بنقول ايه؟ الطفل لما بيلاقي نفسه على الشاشه بيفرح. طبعا. وزمايله لما بيشوفوه على الشاشه بيفرحوا، فبالتالي بيبتكروا، عايزين يقلدوا ويبتكروا. انما انا دلوقتي زي عندنا في مدرسه المتفوقين اللي في اكتوبر، مدرسه متميزه وممتازه، الولاد ممتازين، نفسي تيجوا يوم تصوروا. يا ريت. عندنا الولاد مخترعين اختراعات واخدين عليها جوائز من كوريا ومن الصين ومن اليابان. الله. المصريين هم فين من اعلامنا؟ ما بالظبط يعني فين البرامج اللي استضافتهم؟
تيجي تقولي للقناه من القنوات تعالوا طب صوروا عندنا، بيجي يصور البرنامج من زاويته هو، من حتته هو، من سكريبته هو، من خطته هو، ما بيجيش يقول لنا. اما اجي اقول له احنا عندنا كذا كذا تعالى صور، يقول لك ايه برنامجي مش طبيعته اصور ده، انا عايز اعمل لقاءات مع العيال. طيب ما هم، طب صور لنا ده. قليل جدا جدا لما انا بحكم ان انا في الاعلام اقدر اجيب بعض القنوات للمدرسه المتفوقين نعم ويعملوا لقاءات. اجي اقول يا جماعه اعملوا لهم حتى وقت على الشاشه بالظبط هوا زي ما بنعمل لكل الناس. يقول لك لا. كان في أنا برامج هجيب- يعني غير حتى اتلغت المجتمع الصغير، حضرتك. كان في برامج كتير جدا كنا بندي فيها للاطفال حريه التعبير عن الاراء، ان هم يتكلموا. كل حتى برامج الاطفال اللي فيها اختراعات اتشالت كلها. كلها اتشالت الحقيقه. طب ايه السبب؟ والمشكلة يعني إيه عندنا في السبب اللي اتقال الإعلام؟ ان احنا بنشيلها يعني؟ معلش ما فيش مكان، والمحتوى الاعلامي زياده، والتوك شو زياده، والبرامج السياسيه زياده اللي هي بيعدوها اساتذه طبعا كبار من الخارج والى اخره. ما فيش حد متبني يعني الطفل المصري عشان خالص. نبلور ونزوق الشخصيات الكبيره بنلغي جيل كامل. انت متخيله حضرتك ان كان في كمان برنامج اسمه نجوم مصريه، كنا بناخد الطفل نوديه الوزير او طبيب انا فاكره كبير. كان كنت نقول على له- الاقل بتعرفيه بالمثل بالظبط، نقول له والشخصيات انت وصلت كده ازاي. بالظبط. هو ما فين للاسف. برنامج المخترع الصغير ده اتشال ليه؟ ده بالعكس، يا رب احنا عايزين برنامج واحد في التلفزيون المصري. بالظبط. قناه الاسره والطفل بتاعتنا كلنا بنحبها. انا لسه كنت هسال حضرتك، يعني احنا عندنا قناه اسمها الاسره ما فيهاش والطفل، برنامج دي طفل واحد. طفل. اما تيجي تقول لهم يا جماعه اعملوا اطفال، يقول لك ما فيش سبونسر، ما عندناش حق اصلا. احنا البرامج لازم يكون لها سبونسر. لو دي مفاجاه لحضرتك بقى. ده لو طفل ده رسمي اهو. يعني دي حاجه رسميه عندنا. لان الناس برضو يقول لك ايه خلاص انا هعمل بقى برنامج كبار وخلاص. ما حدش باصص للطفل المصري في اعلامنا ولا في التربيه والتعليم ولا في البيت. وبدليل ان مدرسه المتفوقين عندها كم من المشكلات رهيبه جدا حتى الان مش عارفه تتحل من وزاره التربيه والتعليم، ومش سائلين في الولاد خالص. كمان عندهم اختراعات رهيبه، ما فيش حد مسؤول جاي يفضى يشوف الولاد دول بيعملوا ايه. كل المسؤولين اللي بيجوا لنا، انا بتكلم انا عضو مجلس امناء كويس، وبتكلم عن حقيقه واقعه. اما مسؤول كبير بيجي بدون ذكر اسماء ولا تايتل، بالظبط، بيجي يقابل المسؤولين برضو اللي في المدرسه، وبعدين يقعد مع الولاد. المنهج ايه؟ لا طب المنهج ايه؟ طب تعالى يا فندم شوف الزياره الروتينيه اللي بتجرى. طب شوف يا فندم احنا بنعمل ايه؟ يبقى الناس اللي معاه عايزينه يجري بسرعه اللي عنده ميعاد تاني. فالعيال بيحسوا انهم ما حدش مهتم بيهم، فبيجي لهم احباط. طبعا ده اساسي. لحد عايز حتى يتفرج، مش فاضيين للمدرسه. واتقال لنا في احد اللقاءات مش عايزين وجع دماغ والا نقفلها. انا بقولك على مسؤوليتي. مش عايزين وجع دماغ بقى والا نقفلها. فسكتنا لان خوفنا فعلا يحصل لها حاجه. طبعا هي ممكن تتقفل جدا. كل شيء ممكن يتعمل في ساعتها الحقيقه في بلدنا، ودي حاجه تحزن. خليني اقول لحضرتك، يعني انا مش هتعجب كثيرا لان احنا عندنا المنظومه التعليميه كلها يعني تكاد تكون محتاجه تتهد وتتبني من جديد. فيعني انا واثقه ان حتى مشاهدينا الكرام مش هيتعجبوا من كلام حضرتك. لا عشان ده لان احنا محتاجين حد لسه نظبط يعني المنظومه كلها. مجرد انها اتظبطت اكيد هيتشاف الاولاد دول. فيعني دي حاجه بديهيه جدا والله. بالظبط. طب خليني برضو يعني انا عايزه اعرف ايه المشكلات اللي ممكن تكون، انت بتقولي عندكم مشكلات كتيره قوي، ايه المشكلات اللي ممكن تكون بتواجهكم؟ والحمد لله انتم المفروض ان انتم بتحاولوا تكتشفوا هؤلاء العباقره المخترعين في مدرسه المتفوقين. بالظبط. اولا تغيير الوزراء على المدرسه. طب دي مشكلتها مشكلتها ان كل مسؤول بيجي مش فاهم قوي الدنيا دي اتعملت ازاي، وبيمشي الناس ويحط ناس تانيين. نبتدي من اول وجديد. انا كمجلس امنا بقى لي سنتين ودي الثالثه ليا. نفهم تاني من اول وجديد ان الولاد دول لما دخلوا المدرسه دي خدوا وعد، ومعانا حاجات ما تثبت. خدوا وعد ان الولاد دول مش هيخشوا الجامعات بتاعتنا العاديه لانهم مبتكرين، والمنهج بتاعهم جاي من امريكا، والمدرسين اتصرف عليهم لا تتخيلي عشان يعملوا تدريبات بره. والاخر اتفاجئنا بعد سنه تانية ان هم هيخشوا الجامعه الحكوميه. طب معلش يمكن ده برضه هيخلينا يعني هم مدرستهم مختلفه. انا عارفه. طب انتوا كنتوا عايزينهم يدخلوا جامعات ايه؟ يعني الجامعه البروتوكول مش انا اللي عايزه. البروتوكول اللي المفروض تم الاتفاق عليه. هي كانت فكره الله يمسيه بالخير، ربنا يخليه لنا كلنا،
الدكتور احمد جمال الدين. اه. كانت فكرته المدرسه دي. مم. والسياسه والدنيا سعجلوه ان هو يفتحها. اتفتحت من غير كمبيوتر، من غير نت، من غير لابتوب، من غير حاجات، وده عملهم كله قايم على ده. ففضلنا سنه كامله نحارب لغايه ما الحمد لله احد الشركات، بالاتفاق مع احد الشركات المنبثقه من احد الشركات والاجتماعات اللي اتعملت، الحمد لله النت اتحط. طيب خليني برضو يمكن معلش اقف معاكي. يعني الفكره مش فكره مدرسه المتفوقين، فكره المتفوق في حد ذاته. حضرتك بتقولي ان انت عايزاهم يدخلوا جامعه مختلفه. مش انا اللي بقول، لا يعني البروتوكول. خلينا نقول ان برضو انت اكيد مقتنعه بالفكره، ان انت مقتنعه ان هم بيدرسوا بشكل مختلف، خالص امكانياتهم مختلفه خالص. فهم المفروض ان هم يدخلوا جامعه اخرى غير الجامعات المصريه اللي هي جميل. انا معاكي، بس هي الفكره كلها. طب انتوا في المخيله او الاتفاق بيتضمن ان المخترع ده يدخل جامعه ايه؟ ما احنا لو نيجي نبص بره، لو حضرتك سافرتي بره هتلاقي ان حتى الاشخاص المخترعين ما هم بيدخلوا عادي الجامعات العاديه وبيستكملوا مسيرتهم كمخترعين، بان هم بيستزيدوا من العلم، بيعملوا دراسات اخرى. لان معنى ان انا ادخلهم جامعات مخالفه للجامعات اللي هي الحكوميه، يبقى انا محتاجه ابني جامعات اخرى، ولا غلط؟ مظبوط. هل احنا داخل مصر هنا عندنا الجامعات الاخرى اللي بتتيح هذه الفرصه؟ لا الحقيقه ما فيش الا الجامعات الخاصه، وطبعا ما ينفعش نذكر اسمها بالظبط، اللي اوريدي هم عملوا البروتوكول. الاب والام لما جم يدخلوا الولد ده المدرسه المتفوق وفعلا متميز، مش متفوق بس، وامتحنوا اكتر من 6 امتحانات واخترعوا حاجات تحفه. وخدوا منهج من بره، وامريكا هي بالشراكه يعني. ما انا فاهمه. فهم قالوا ان مش هينفع الدراسه دي اللي هم بياخدوها، ما فيش زيها او مكمل ليها في الجامعات بتاعتنا، لا الخاصه ولا الحكوميه كمان يعني حتى الخاصه. اذا هم هيخرجوا بره نطاق كمان، واتفقوا على هذا الكلام مع اكتر من جامعه بره اوروبيه. وبعدين الوزير ماشي، لان هي اكيد هتبقى تكلفه عاليه. هم ده البروتوكول. ما احنا حتى الان اولياء الامور مش عارفين يعملوا. الولاد هيخرجوا من الثانويه العامه السنه دي، الناس مش. فابتدينا ننتبه بقى، نسيب الاختراعات وننتبه لحل المشكلات. نعم. وده اللي احنا، ده سياسه يعني، ده اللي احنا بنعمله في كل ما نعمل حاجه حلوه. لان كل ما حد يجي جديد مش فاهم القصه دي ايه ومش عايز يفهمها. واخر حاجه اتقالت، والله دي مدرسه تحت رعايه ورياسه وزاره التربيه والتعليم، اذا هتدخل منظومه التربيه والتعليم. هتحصل طبعا مشكله كبيره بعد الثانويه العامه طبعا. ونرجع نقول حصلت ليه. الولاد هيروحوا يعملوا مظاهره، وده حقهم، مظاهره سلميه، لان ده حقهم، هم مضوا عقد. يا اما هتتفاجئي بمشكلات لوزاره التربيه والتعليم، الا وهي هيرفعوا قضيه على الوزاره بالعقد اللي معاهم. حتى الان ما حدش عايز يسمع، وما حدش فاضي حتى يقعد مع رئيس مجلس الامناء بتاع المدرسه. ومشكلات كتيره جدا الحقيقه. هنيجي بقى نقول الولد بقى دلوقتي، هقول له في ظل مشكلاتك دي وفي ظل عدم الاعتناء بيك كشخص، وبعدين قلنا لك لا يا حبيبي انت هتدخل وخدي بال حضرتك مدرسه متفوقين داخليه. يعني هو بعد عن اهله وعن بيته عشان هدف ما. هل تتخيلي ممكن اولياء الامور قاعدين دلوقتي الدنيا مقلوبه وما حدش بيسمع، والاجتماعات كتيره 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 الحقيقه. نعم. ادي مشكله مخترع. نعم. اهو جبنا عملنا مدرسه للمخترع اهو. يمكن احنا محتاجين منظومه داخل وزاره التربيه والتعليم بتعني او بتهتم بالمخترع الصغير، وتحاول ان هي تشوف كيفيه الوصول بهذا المخترع وحل المشكلات اللي ممكن تكون بتواجهه، وان احنا نوصله لبر الامان عشان نقدر نوفر له المحيط اللي يقدر ان هو يعيش فيه، وانه يقدر يكون عنصر مفيد للبلد من حيث الاختراعات. طبعا انا عايزه اقول لك ان الحديث معاكي شيق جدا، انك بتواجه لنا طبعا مشاكل، يعني بتورينا المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهكم. انا نفسي استضيفكم عندنا. اكيد طبعا احنا بيشرفنا ذلك يعني. طبعا
احنا طبعا شرفنا بالاستاذه نفرتيتي احمد عبد الحفيظ، مدرس تنميه بشريه وعضو مجلس امناء مدرسه المتفوقين، وبنامل باذن الله ان احنا نعرف منك ان المشكله ان شاء الله. اتحلت. وميرسي على الحلقه الجميله والقاء الضوء على المشكلات. تعالوا بينا نشوف التقرير اللي معانا، ودكتور محمد رجائي مسؤول عن مركز الموهوبين والمخترعين، وهيكلمنا النهارده عن اهميه الاختراعات. وطبعا عارفين ان الاختراعات مهمه جدا من اجل تنميه اي بلد. خلينا نشوف التقرير ونرجع تاني.